السلام عليكم يا جماعه، مساء الحلقات على احلى ناس. اهلا بيكم في فيديو جديد مع محمد توهيم من قناه توهيم ديزاينز. النهارده موضوع شويه معيار تقيل، جاي اكلمك تريكات الدريسنج. وانت بتصمم الدريسنج بتاعك ازاي تخلي بالك من حبه تريكات وانت بتعملها، المساحه والحركه والخامه والماتيريال وحبه حاجات كتير. فجاي اقول لك خبايا الصنعه. خبايا الصنعه دي تخلي بالك من حبه حاجات. اول ما هنيجي نعمل الدريسنج بتاعنا اهو، اول حاجه بنبتدي نظبط، نحط فيه ليد بروفايل. ليد بروفايل بيديك شكل وانعكاس حاجه تحفه. وحاول تعمل الخامات خامه جوه وبره نفس التكتشرز اللي هي الاتش بي ال، او الخامه السمراء بتاعتك تبقى بره وجوه حاجه. ما تعملش عكه كده عشان الالوان ما تلاقيهاش في السلطه منه. فتلاقي ظبط الدنيا زي ما انت شايف كده الرفوف، ونفس الجزء فوق. لسه كمان احنا هنعمل تسكيب ونظبط الكلام ده كله. دي رفه ديكوريشن للشوزات وحبه الحاجات اللي عندك، فممكن تظبط الدنيا فيها وتعمل حبه علاقات وحاجات فيها تبقى ظابطه. الاكسسوار ده بيجي هاني ميكس، تقدر تظبط منه الدنيا. وتخلي بالك من المفصله ونوع الاكسسوار، لان دول تكلفه الدريسنج من جنيه ل 10 جنيه، بتختلف في الاسعار. حته زي دي لسه عندي علاقه هنا ال هتقفل على الوحده بتاعتي. تعال شوف هنا ده، لما تيجي تفتح ده الفامين، ازاز الفامين، نبتدي نشوف هنا الشغل بتاعنا. ولسه عندي دروب تحت وعندي الوحده بتاعتي مع الجزئيه اللي فوق. والدوره في الفامين بتدي شكل وتدي رونق، حاجه ريتش كده زي الفلان. تعالوا نخش هنا الديزاينز بتاعتنا، الشماعات. نبتدي نشوف الشماعه بتاعتنا، شماعه فوق وشماعه تحت، عشان لو عندك حاجات قصيره وعندك حاجات طويله او درسات تستخدم في الجزء اللي ورا، وتبقى عملت فيها حبه تريكات زي ما بيقولوا بالبلدي، ظبطت الدنيا. طيب نخش في التصور بتاعنا اهو، شماعتين. نبتدي ارفف تاني، نبتدي نخش هنا اهو. لسه عندي نفس الدورة دي تاني اهي، والعلاقه اللي بقول لك عليها لسه هتكمل في الزاويه دي. قفل معايا مع الشوزات الناحيه الثانيه، ولسه هنقفل بوكسز ونقفل الدنيا دي. نخش للجنب الثاني والحركه بتاعتنا، الحاجات اللي احنا نخلي بالنا منها لسه ما قفلناهاش معانا. هتلاقي اهو تبتدي نقفل الدورة بتاعتنا زي ما انت شايف، ونعمل ميرور عشان نقدر نعمل ظبط هنا كشكل، واقدر احط بف بالنسبه لي، ويبقى ده بالنسبه لي مرايه. ما بقاش انا عندي تسريحه وخلقت تسريحه عندي في الشكل بتاعي. ودي الدرف لسه بتاعتنا، الشغل بتاعها اهو. يعني هنظبط الوش بتاعها كلازم وكخام وكماتيريال، ونظبط الدنيا. لسه عندي حرف ال شيب ده هيكمل معايا مع تجاليد المكان. دي من ضمن الحاجات اللي تخلي بالك منها وانت بتعمل دريسنج. خلي بالك من المفصلات، خلي بالك من نوع الماتيريال. لو متفق معاك على جود وود، او متفق معاك على خشب، او متفق معاك على ام دي اف، او متفق معاك على اي نوع، فلازم تبقى فاهم انواع الماتيريال ونوع المفصله ونوع الاكسسوار، درجه الازاز. الحاجات دي كلها اشتغالات انت ما بتبقاش عارف عنها حاجه. لو ما خدتش بالك منها مش هتعرفها. نوع المفصله انضف مفصله بتبقى البلوم، ومن ضمن الحاجات اللي هي المستورده. اكسسوار هاني ميكس، واعتمد حاجتك من هاني ميكس كاكسسوار وكميتال، حاجات زي دي. الازاز مش هقول لك جريش، ومش هقول لك حاجات ثانيه ممكن تمشي بكذا درجه، مش هتفرق، بس الكواليتي بتاعه يكون كويس، السيجمنتس بتاعه ما يكونش ضعيف عشان ما يتكسرش من اي احتكاك. حاجه تاني من ضمن الحاجات اللي تخلي بالك منها الظهريه. الظهر ده يبقى لو ام دي اف هيبقى عصب وبيمسك الشاسيه كله، لو ابلكاش هيبقى تعبان. فكل الحاجات دي لازم تخلي بالك منها. انا لزعت جامد، بس هو الموضوع ده كله لازم تبقى انت عارفه. الشاسيه يقفل مع بعض، ام دي اف مع بعض، كونتر مع بعض، ما يعملكش ابلكاش هيبقى المستوى يحط عليه القشره بقى كوليشن كان. فتخلي بالك من حبه الحاجات دي كلها، عشان دي تريكات الصنعه. وانا عارف ان انا هتهاجم كتير جدا بسبب الفيديو ده. بس تفعل زر الجرس، تعمل لايك، سبسكرايب، اشترك معايا في القناه. السلام عليكم.